بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم تلاتة ما عارف اقول لكم يا جماعه زمالك اللي اكبر ضحيه في يعني في الوساخه اللي بتحصل في النادي. والله العظيم ثلاثة جمهور الزمالك اكبر ضحيه. بس طبعا ده نتاج عن مدير فني يطلع قبل الماتش ب 24 ساعه المعسكر، يسافر اسكندريه و... وكابتن طارق يحيى يطلع في الاعلام في برنامج كرة مع الشاطر ولا برنامج الشاطر، ما بتابعش انا الناس الناس البيضان دي. والله بس انا يعني نتاج يعني بيطلع يتكلم قبل الماتش. مفيش مدير فني في التاريخ بيعمل كده، ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا حتى. كل ده طبعا عشان مرتضى منصور يطلع في الاعلام ويطبلوا له. طبعا ده معروف مفهومه، يعني مش محتاجه، ده سنه اولى ابتدائي هيفهمها، مش محتاجه اللي هي عمق وكده. بس انا برجع اقول برضو جماهير الزمالك هي اكتر ناس مظلومه في المؤامره الوسخه اللي بتحصل في النادي. هتقول لي مؤامره وسخه، اقول لك اه مؤامره وسخه. ليه بقى؟ لان ولا اداء ولا روح ولا لعيبه ولا تشكيله ولا حتى اي حاجه. واي واحد بيغلط بيطلع مرتضى منصور يقول لك انا همشيه. لا مش كوره، يعني انت مش كوره دي خالص، مش كوره خالص خالص. والتشكيل بيتحط قبل الماتش ب 20 يوم والقايمه بتاعت اللعيبه بتتحط برضه قبل الماتش ب 50 يوم. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انا مش شايف اداء، مش شايف والله العظيم حاجه اقولها، يعني حاجه عدله. اجي بقى الناس اللي بتقول حكام مش حكام. لا لا، احنا جماهير الزمالك، نادي الزمالك ده على فكره نادي كبير، يعني نادي كبير، مش اللي احنا نكسب بالحكام ولا نخسر بالحكام. مش كده خالص. يعني الكرة جايه في وشه ماشي، ضربة الجزاء بتاعت توفيق دي ممكن يعني حاجة نحسبها وحاجة ما نحسبهاش. بس بس ده مش نادي الزمالك اللي هيكسب بضربة جزاء، مش نادي الزمالك اللي هيكسب بضربة جزاء. انا كل اللي مضايقني ان في لعيب وسخ اسمه ابراهيم صلاح، كل ما نخش بطوله يطلع يقول لك احنا هنصالح الجماهير نادي الزمالك وهنكسب البطوله دي. كل بطوله على كده. خرجنا من افريقيا، قصدي خرجنا من يعني خدنا المركز الثالث في الدوري، قال لك هناخد افريقيا عشان نصالح الجماهير. خرجنا من افريقيا قال لك هناخد البطوله العربيه عشان نصالح الجماهير. خرجنا من البطوله العربيه قال لك هناخد الكاس. طب انت خرجت من الكاس، هتلعب على ايه بقى؟ يعني هتلعب على عشان تقول. يعني حاجات غريبه بتحصل، حاجات غريبه يعني. وطارق يحيى كنت فاكره كابتن محترم، ولا طلع محترم ولا نيلة. يعني مش عارف اقول ايه والله، حاجات غريبة بتحصل، حاجات مش في الكورة اصلا، مش في الكورة. يعني مش والله العظيم مش عارف اقول ايه والله. واحد بيشرب سجاير من خنقة. والله لو في حاجة تانية هيشربها. يعني لو في حاجة تانية هيشربها. بس الواحد هيولع، يعني الواحد هيولع. بمعنى كلمة هيولع دي قليلة، بس الواحد هينفجر من اللي بيحصل ده. طبعا في ناس طلعت قالت لك احنا هنبقى اهلاويه و... والنادي الاهلي هو رقم واحد في مصر ومش عارف ايه والحوار ده. طب ما تروح يا عم تولع بيه يعني انت هتنقصنا قوي. جماهير الزمالك جماهير كبيره جدا 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 جدا، ولا انت ولا ابوك ولا امك هنقفوا عليك انت بتقول ايه؟ ما تقول في ده يا عم، مش عايزينك يعني انت لما تمشي كده يعني انت لما تمشي مش عارف اقول ايه والله. هناخد مثلا ايه غور في ده يا عم، مش عايزينك ولا عايزين اشكالك الوسخه دي. اهو ده بقى يا جماعه الانتماء ولا الانتماء. يعني ايه؟ انا الزمالك لو قعد مليون سنه ما ياخدش بطوله هشجع الزمالك ماشي، ما عنديش اعتراض على دي خالص. وهي دي جماهير الزمالك الوفيه على فكره، وهو ده الانتماء اللي احنا اتربينا عليه. خلي بالك، احنا بقالنا كتير ما بنفرحش، بقالنا كتير كنا ما بناخدش كاس ولا دوري ولا كنا بناخد اي حاجه، وكنا ورا الجماهير واي حته بيروحوها كنا وراهم. ده الانتماء، دي الروح اللي احنا اتربينا عليه. ده طبعا الناس اللي تقول لك انا رحت بقى اهلاوي ولا عندهم انتماء ولا يفرقوا معاهم اصلا الزمالك يكسب ولا يخسر، هم بيشوفوه كده وخلاص، بس ما يفرقش. احنا بقى احنا حياتنا كلها زمالك، يعني حياتنا كلها زمالك. انا ما فيش الا يعني مرتضى منصور يقول في 60 داهيه، ده الحل الوحيد. الحل التاني رئيس نادي يجي محترم، مش هقول اسامي، بس رئيس نادي محترم فاهم الدنيا ماشيه ازاي ماشي. ما يقعدش بقى يطلع يشتم في اللعيبه ويشتم في مدير الفني. لا، يجيب مدير فني زي اريكسون، ده مدير فني عالمي، يجيب معاه تشكيل جهاز فني عالمي، ويسيبه سنه ونص مع اللعيبه ديت. مش كل بقى سنه نجيب 10 15 لعيبه، احنا مش داخلين مزاد يعني احنا مش قاعدين في مزاد. ويا رب يصلح الحال يا رب، يا رب يصلح الحال يا رب، بحاجه النبي يقول في المرتضى منصور في داهيه. يا رب. يلا، السلام عليكم.